السلام عليكم اخواتي. في البدايه كده هنتكلم عن موضوعين. الموضوع الاول اهم موضوع تاني. الموضوع الاول هو ماتش او جمهور ماتش الذهاب الى 20,000 مشجع فقط، ونتكلم عن الحلقه كلها. والماتش التاني او الحلقه التانيه بتاع ماتش الاهلي وطلائع الجيش. ويلا بينا. وفي البدايه افكرك باللايك المحترم بتاعك والتعليق الجميل منك والشير لو الفيديو عجبك، عشان الفيديو والرساله اللي فيه توصل لاكتر حد ممكن، ويا ريت لو توصل لحد مسؤول. ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي حبايبي. الف مبروك النادي الاهلي، فوزه النهارده على طلائع الجيش ب 2-0. ماتش اللي هو فاهم انت اللي بيسموه ايه، اقتصادي تحصيل حاصل. ماتش يعني في الفيديو اللي قبل ده في اخر 10 ثواني قلت لك احنا هنكسب 2-0 ل 3-1، وقد كان ماتش يعني باقل مجهود، باقل كل حاجه صراحه. يعني تحس الاهلي لو ما كانش راح كان هيكسب برضه. اللي هو هتقول ازاي ولا مش عارف، هو لو ما كانش راح كان هيكسب بالذوق بالعافيه، كان هيكسب. بس الحدث الاهم النهارده اللي احنا عايز نتكلم عليه برضه مع المباراه، الا وهو الجمهور بتاع ماتش الوداد، بتاع ماتش الذهاب نهائي افريقيا. الجمهور الداخليه وافت على 20,000 فقط لا غير. بالراحه وبالمنطق وبالعقل. أنا لما كنا نلعب ماتش صعود في دور المجموعات، ماتش مهم، وتوفق لي ب50,000 مشجع. ألعب ماتش بعده مع الرجاء يتوافق لي على 52,000 مشجع. بالراحة كده وبالعقل. أنا رايح ألعب ماتش بتاع الترجي اللي هو هنا، ماتش مش بنفس الأهمية، يتوافق لي على 10,000 مشجع. حلو، مش مشكلة. بل عنها قلنا ماتش مش مهم، ويعني مثلا وزارة الداخلية أو الداخلية مش عايزة ترهق نفسها أو تتعب نفسها في التأمين وغيره. عادي، مش مشكلة. بس أنا هلعب ماتش مهم ونهائي. الماتش اللي أنا أصلا يعني الأمن اتبهدل معايا في بداية البطولة عشان خاطر أوصل للماتش ده، عشان أوصل للآخر خطوة. فأنا أجي عند آخر خطوة، بدل ما أزين التورتاية بتاعتي أرمي عليها تراب. يعني الأهلي لو كان اتوافق له على 50,000، دي الأخبار ممكن تكون أخبار كاذبة، وإن شاء الله تكون كاذبة وتوافق على 50,000 أو الساعة كاملة. ولكن شتان الفارق بين مصر والمغرب. طبعا مصر في من حيث القوة والأمن والأمان مصر أقوى وأعلى وكل حاجة، ربنا يحفظها مصر. ولكن شتان الفارق بين هناك هنا وهناك. شتان الفارق بين الجهة أو الهيئة أو الولاية أو القطاع المسؤول عن استاد مركب بن خامس، اللي هو الملعب المدرج، اللي هو الدرجة التانية، اللي هو رقم 6 هناك، القريب من الملعب، اللي فيه بيسع ل15,000 مشجع. ده كان مقفول عشان خاطر الإصلاحات والحاجات اللي تحصل فيه. هما جابوا شركة متخصصة في الترميمات وعملوها اختبارات، بتبقى اختبارات تحميل واختبارات ديناميكية، علشان خاطر الجمهور طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى أغلب واقف طول الوقت وبيتنطط وغيره يعني. فعملوا الاختبارات اللي عليه ولقوا إنه مفيش أي أضرار. ممكن يسمحهم بدخول الساعة كاملة بتاعة المدرج ده، اللي هو من 10 ل15 ألف مشجع، ويكاد يكون في التكدس يصل ل20,000 مشجع. فهناك بيبذلوا كل المجهود وكل اللي هم يقدروا عليه علشان خاطر يخلوا فرقة الوداد تنزل الملعب مع 70,000 مشجع، فرقة الأهلي تنزل مشجع الملعب ضدها 70,000. بنعمل كل حاجة هناك، عملوا كل حاجة علشان يكونوا السبورت وأكبر داعم، ويهيئهم الفوز للوداد، لأن زي ما احنا عارفين الفوز بيبقى من المكتب قبل الملعب. الملعب ده آخر حاجة. أنا بتكلم بالراحة علشان ده موضوع مهم جدا. فحكومتنا أو عندنا بقى الرياضة عندنا قال لك 20,000 بس. 20,000 فين أصلا؟ يعني اللي هم بيبقوا بعيد جدا، والأغلب اللي هيخشوهم الناس الهاديين الكيوت اللي مش هيشجعوا أصلا ومش هيعملوا أي حاجة. و احنا كده بنسلم الماتش. يعني الماتش الذهاب اصلا في حاجه برضو. الماتش بتاع الذهاب ده انت لو ما امنتش هنا ب 2-0 او 3-0، حلو، يبقى انت بنسبه 90% انت خسرت او البطوله راحت منك. الا اذا بقى في الحالات اللي حصلت معجزه زي جون الصفاقسي مثلا او بجون ابو تريكه يعني. فليه ده يحصل؟ انا مشيت في سكه مش المفروض نكملها للاخر يا جماعه سوا. يعني الحكومه كتر خيرها من ماتش الهلال
عملت كل حاجة ودخلت الجمهور وغيره. طب يا عم ما تسمح بدخول 60,000 مشجع، 50,000 مشجع، اسمح بدخولهم، وشدد في الدخول، شدد في الإجراءات الصارمة، شدد في اللي أنت عايزه. قول يا جماعة اللي هيجي من غير تذكرة هيتسجن، مفيش فيها جدال. وخليها بالذات أكتر ناس عارفة إن اللي حصل، الحاجات اللي حصلت والماتش اللي فات اللي هو بتاع الرجاء ده، يعني ما كانش ده جمهور الأهلي. واحنا كلنا عارفين ان كان في بيقولوا جماعه مندسه وغيره وغيره وغيره. او يعني حتى لو جمهور الاهلي خطا عابر، خطا حصل مره عن طريق الغلط او الصدفه او قول زي ما تقول، ولكن ما تنديش عليه، ما نرجعش نقطه صفر تاني. واعتقد ان الماتش الجاي ده بتاع الوداد، اللي كل اللي هيروحوا الماتش ده المشجع الاهلاوي اللي عايز الفرقه تكسب. يا جماعه ما ينفعش والله، حرام. حرام الاهلي يروح هناك يلعب ماتش النهائي بتاع افريقيا هو منزوع السلاح. لازم والله لازم. الاهلي طلب ان هو العدد يزيد، بس اعتقد طالما هو اتفق بدايه ب 20,000 مش هيزيد عن 20. ده يعني خبرتي كده ووجهه نظري يعني. ولكن ايه اللي هيحصل الله اعلم. بس اتمنى شوف الفرق، شتان الفرق بين هنا وهناك. شوف هنا حصل ايه، 20,000، وهناك بيرمموا مدرج وجابوا شركه مختصه في الصيانه والترميم علشان خاطر تخلص قبل الماتش عشان يفتحوا المدرج للجمهور. دي الرسالة أو موضوع حبيت أبدأ فيه قبل الماتش، حتى لأن ده حاجة بالنسبة لي أهم من الماتش، بالنسبة لي كأهلاوي. أيوة كأهلاوي بالنسبة لي أهم من الماتش طلع الجيش، ده ماتش نهائي أفريقيا وخصوصا الوداد اللي خدت منك البطولة اللي فاتت. لعبة الجيم صح، وإحنا للأسف سلمنا نفسنا، فمش عايزين نسلم نفسنا لتاني مرة للمغرب. يا جماعة يا ريت يعني حتى احنا كجمهور، انا بناشد الجمهور من دلوقتي نكون يا جماعه ملتزمين ونحترم واحنا داخلين واحنا خارجين. لان البطوله ديت بغض النظر بقى عن اي احداث تانية، البطوله دي زي ما نكون مثلا رد اعتبار. لان احنا قلنا الماتش ده كان ذهاب، السنه اللي فاتت قلنا لو الماتش ده كان في ارض محايده احنا كنا هنكسب. فنبقى قد كلمتنا، ماتش ملعوب ذهاب وعوده يبقى احنا لازم ناخد البطوله. فيا ريت الامن والمشجعين يساعدوا الفرقه ان تاخد البطوله فعلا. كلام بالراحه وبالعقل وموزون. واتمنى من الجميع يشير الفيديو، يعمل لايك وكومنت علشان الفيديو يوصل لكل الناس، ويا ريت يوصل لحد من المسؤولين او حد من النادي الاهلي. والله العظيم الفيديو يعني او الرساله اللي فيه بالراحه بالعقل هتوصل لكل انسان عايز يساعد النادي الاهلي في المباراه القادمه في نهائي افريقيا ان شاء الله. نرجع بقى لمرجوعنا. ماتش الاهلي وطلع الجيش، الصراحه الماتش بقى بشوط اول يعني مفيش في كوره. طلع الجيش عمل كل حاجه، مستحوذ على خط الوسط. لعيبه الاهلي تحس انها متكتفه، بيتلعب عليهم مان تو مان، مش قادرين يتحركوا، مفيش مساحات اطلاقا. مضغوط عليك ضغط عالي من مش عارف تطلع بالكوره من قدام. كل لما يعني محمد اشرف مضغوط عليه وهو اصلا مش مفتاح لعب. خالد عبد الفتاح كان بيحاول شويه بس طبعا كان مقفول عليه باتنين. مش عارف يطلع بالكوره بسهوله. فده صعب المأمورية في الشوط الأول. حتى ما عرفناش ناخد الكرة التانية لأن احنا كنا خط الوسط بتاعنا كان مسحوب بطريقة مش طبيعية. ونادرا اما تلاقي الاستحواذ مش للأهلي، حتى لو كان الأهلي هتلاقي النسبة 52 وده نادر. احنا كذا الماتش اللي فات كنا بنعمل نسبة استحواذ فوق ال 70%. ففي الشوط الأول تقريبا مفيش أي هجمة خطرة إطلاقا. بالعكس كانت الخطورة كلها على مصطفى شوبير ولصالح نادي طلائع الجيش. كل الخطورة كانت ليهم. احنا ما كناش موفقين اطلاقا مع ان كولر بدأ بالتشكيل اللي هو بدأ بيها. مصطفى شوبير في حراسة المرمى بنقول له ألف سلامة، ومش عارف في ايه الصراحة. مش عارف في ايه يعني. شناوي مصاب وشوبير اتصاب وعلي لطفي اتصاب، ايه يا جماعة مش كده يعني. هنيجي برضو للأخطاء التحكيمية. بدأ بمحمد أشرف وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود متولي، وقدامهم السولية وقفشة وديانج، والقندوسي كان يمين، والناحية التانية كان أحمد عبد القادر، وقدام راس حربة محمد شريف. اللي صراحة يعني محدش في الليلة دي كلها بذل جهد أو ظهر في الشوط الأول إلا أليو ديانج. بس الشوط التاني بدأ ضغط عالي على حارس المرمى، حاول يشتت الكورة. اتقطعت في وهي بتشتت، شتت غلط الكورة اتقطعت. آه، راحت لقفشه الموه اللي هو هيباصي لف بجسمه شاط كوره. تسديده صراحه جميله جدا. يعني بص بوش رجله كده لف في نفس الكوره بتاعت القاضيه بالظبط. القاضيه ممكن تقريبا هو مش بيشتغل الا يوم الجمعه فقط.
جون حلو الصراحه، ريح اللعب بقى اكتر، فاهم؟ اللي هو احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في الشوط الثاني، في اول نص دقيقه جه الجون الاول اللي رايح اللعيبه قدام خالص. طلع الجيش حاول يعني يضغط، ولكن الاهلي قدر بقى يموت الماتش بالطريقه بتاعته، ان هو بيمرر الكوره كتير جدا. الشوط الثاني مفيش فيه اي حاجه تذكر غير الجون الاول والجون اللي جه في الوقت الضايع، اللي هي ركله جزاء صحيحه مليون في الميه. الحاجه الوحيده اللي تتقال، الكرة ردت من القائم لإيد اللاعب في مسافة مفيش، أو من القائم لجسم اللاعب ومن جسم اللاعب للاعب التاني، بس الكرة يا جماعة داخلة الجون. الكلام ده تقوله لو الكرة مثلا ملعوبة بالعرض أو مش هتخش الجون. يعني مثلا كرة ملعوبة بالعرض جت في جسم ياسر إبراهيم مثلا وراحت في إيد محمود متولي، لا كده مش ركلة جزاء. بس ما ترد في جسم مثلا ياسر إبراهيم وخلاص داخلة الجون، وتيجي في إيد لاعب مش في مكانها، إيد لاعب مش في مكانها، وقبل ما تخش الجون وتمنعها من دخول الجون، فدي ركلة جزاء صحيحة مليون في المية. ده أول حاجة. تاني حاجة، الحالة اللي أنا عايز أعرف إيه، هتابع خبراء التحكيم، اللي هي بتاعت إصابة مصطفى شوبير، لأن اللاعب رافع رجله بطريقة غير رهيبة، ولكن أعتقد إن هو ما كانش واخد باله من طلوع مصطفى شوبير بالطريقة دي. فمصطفى شوبير حاجبه اتفتح، اللاعب خد فيها إنذار وبس. فيها ايه الله اعلم، هنشوف، هسال يعني هشوف خبراء التحكيم وهعرفها لحضراتكم على الصفحه ان شاء الله. تالت لقطه، في نهايه الشوط الاول في جدل حصل. المفروض السولية خد انذار غير مستحق، المفروض الفار كان يراجعه، لان اللي نزل الكوره احمد القندوسي، والمفروض اللاعب بتاع طلائع الجيش اللي شاط الكوره ناحيه هجمه الاهلي المفروض كان ياخد انذار. الحاله دي شفناها في ماتش ريال مدريد في الدوري الاسباني، اللاعب عطل اللعب بكره تانية كانت موجوده في الملعب برضه. اعتقد ان الحكام لازم تخلي بالها وهي بتبدا اللعب ما يكونش في كوره تانية، لان الماتش الهجمه بدات باوت والكره التانية دخلت، كان المفروض يصفر ساعتها ويدي الانذار للقندوسي عشان ينزل الكوره او يرجع الكوره من غير انذار، ولكن ما كانش يبدا اللعب الا اما يطمن ان الكوره مفيش الا كوره واحده بس في ارض الملعب. آه، التحكيم الصراحه البنا مستواه مش احسن حاجه، معدل الفاولات بتاعه او في فاولات بيحسبها هنا وهنا غلط. كده خلصنا. نيجي بقى للمخرج. اقسم بالله، اقسم بالله ودايما هتحاسب عليه، اقسم بالله لتالت مره انا ما شفتش اخراج اسوأ من ده. بص، عامل زي حلقة المخرج، عامل زي كده يعني، أنا عامل كلوز عليا يا عم، عايز اشوف الفاول. ده في فاول بتاع ياسر ابراهيم اللي هو ضرب اللاعب بصدره وفي وشه، يعني في وشه جت في صدره، عامل كلوز على رجله. يا عم الفاول فوق، الفاول فوق يا اخي، الله يرضى عنك. وركله الجزاء بتاعت اسلام محارب اللي ما عادهاش الا بعدها بنص ساعه. وايه القرف ده؟ لا بجد والله، مخرج المفروض يا جماعه، المفروض الناس دي تتقيم، والاداء زفت كده ما يجيش ماتشات مهمه تاني، ما يجيش ماتشات خالص. انا لا يعني عامل لي كلوز على كذا لاعب والهجمه شغاله. طب في فاول حصل، انا عايز اعرف الحكم اداله انذار ولا الفاول اتلعب ولا لا، ايه اللي حصل؟ عامل لي كلوز على اللاعب، عامل لي يسيب الكلوز ده ويروح للحكم يعمل عليه كلوز. يا عم الله يرضى عنك افتح لي الكادر. ما هو يعني اكيد انت مخرج كرة قدم، فانت عارف انت تفتح الكادر وامتى تعمل كلوز، وتعمل كلوز في الوقت اللي اللعبه مش شغال فيه. واحد جاب هدف ومحتارين مين اللي جاب الهدف، اعمل كلوز عليه. احتفال. واحد خد انذار، اعمل كلوز على اللي خد انذار، مش كل واحد يعمل فاول تعمل له كلوز عليه. وما تعديش الفاول وما تشوف، ما اعرفش الحكم عمل ايه، ولا اديله انذار ولا ما اديله. يعني اخراج زفت، زفت اخراج. هو الماتش اصلا ما كانش فيه حاجه غير الجونين والمخرج والحكم، المستوى كان سيء بصراحه يعني، او مش 6 من 10 مثلا، اللي هو فوق المتوسط بحاجه بسيطه. اسف لو طولت عليكم، ونتقابل في حلقه جديده مع احمد. السلام عليكم.